ياسين بونو يحدد موعد انتقاله إلى ريفر بليت الأرجنتيني. يضع الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال السعودي لكرة القدم نصب عينيه الانتقال إلى نادي ريفر بليت الأرجنتيني وتحقيق حلم الطفولة. وكشف موقع وين أن حارس مرمى المنتخب المغربي أكد لمسؤولي ريفر بليت أنه سيوافق على اللعب في الدوري الأرجنتيني بعد نهاية عقده مع الهلال السعودي. وتمنى ياسين بونو أن يتحقق ذلك، وهو لا يزال قادرا على مساعدته لتحقيق نتائج إيجابية، كما تحدث بإسهاب عن حبه الكبير لألوان هذا النادي الذي لطالما تغنى بحبه من الصغر إلى جانب فريقه الأم الوداد البيضاوي. ومن جهة أخرى، وعلى عكس ما راج في الآونة الأخيرة، دخل الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي في خيارات الناخب الوطني طارق السكيتيوي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس هذا الصيف. وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن ياسين بونو اعتذر عن المشاركة رفقة المنتخب الأولمبي لصالح الحارس علاء بالعروج، خاصة بعدما طالب الأخير بأن تتاح له الفرصة في المشاركة لكونه يحتاج إلى ذلك من أجل مسيرته الاحترافية. غير أن إصابة بالعروج واستبعاد مشاركته في الأولمبياد أعاد إمكانية مشاركة بونو. وناقش وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي أمر المشاركة في الأولمبياد مع ياسين بونو خلال التجمع الأخير لحساب التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك 2026، والتي أبدى خلالها بونو الموافقة على المشاركة. ونفى أفضل حارس في الدوري السعودي الموسم المنصرم كل ما راج عن تنازله عن التواجد في باريس 2024 لصالح حارس مرمى فريق ستراسبورغ بالعروج، مضيفا أنه رهن إشارة منتخب بلاده سواء الأول أو الأولمبي. ووضع مدرب المنتخب الأولمبي طارق السكيتيوي ياسين بونو ضمن قائمة أولية تشمل 5 لاعبين ممن يتجاوز سنهم 23 عاما، على أن يختار 3 لاعبين منهم. وقد شملت اللائحة كل من يوسف النصيري وسفيان مرابط ونايف أكرد وأشرف حكيمي.